صباحكم فل. في الشورتس اللي فاتت من كام يوم اتكلمنا كذا مرة على إسعاد النفس. إسعاد النفس قلنا في طرق إنه الواحد يلهي نفسه ويخرج من المشكلة، يعمل حاجة بيحبها، يعمل حاجة لطيفة، ياكل حاجة حلوة. طيب كل دي حاجات ممكن تبقى مسكنات أو بتخرجنا عن المشكلة الأساسية اللي هي جوانا، لكن مش معنى كده إن المشكلة اتحلت أو إن المشكلة لما نتجاهلها هتتحل لوحدها. ده مش كلام صحيح. من ضمن الطرق اللي قلنا عليها إن احنا نتكيف ونخرج ونعمل دي حاجات زي المسكنات اللي بتلهي بيها نفسك، لكن لو محلتش المشكلة من جذورها اللي هي موجودة أساسا هتنها تؤرقك طول الوقت لأن مفيش حل. طيب معنى كده إننا لازم نقعد مع نفسنا ونواجه نفسنا بالمشكلة، حتى لو مش بنعرف نكتبها، نحط نقط: كذا بيضايقني وكذا بيضايقني وكذا بيضايقني ومش عارف اعمل ومش عارف اعمل، عشان اشوفها قدامي، لان ممكن تبقى موجودة وانا مش عارفة اشوفها او مش عارفة امسكها. لا، واجه نفسك. اول طريق حل المشكلة او العلاج مواجهة النفس بالمشكلة. لو واحد ما قالش انا عيان مش هيروح للدكتور، الدكتور مش هيعرف يساعده. معنى كده اعترف بمشاكلك، اعترف باخطائك، اعترف باخطاء الاخرين كمان. هل تقدر تتعايش معاها ولا لا؟ وهل تقدر تتعايش مع نفسك اساسا؟ هل انت فاهم نفسك من جوه؟ عارف بتحب ايه وبتكره ايه؟ ولا هي حياة وخلاص والمشاكل بقى بتزيد كل شوية وتزيد وتزيد وتزيد؟ مفيش مشكلة، انا مش لاقي الحل خلاص اسيبها. لا، بداية حل المشكلة وطريقها ان انت تواجه نفسك بالمشكلة. بعد كده حط نقط، سواء بقى انت قرايبك، اخواتك، صحابك، اقعد اتكلم معاهم وشوف حل المشكلة دي ازاي. معنى كده ان انت مش لازم تكون عارف الحل لوحدك، ممكن حد تاني يساعدك في الحل، او اروح لحد متخصص، ودي طبعا بنروح لها في الاخر لما نكون حاولنا احنا مع نفسنا وحاولنا اكتر من مرة ومش عارفين. ساعتها هلجأ للمتخصص واقول له الحقني، لو سمحت شوف لي حل، انا مش عارف احل الموضوع وحضرتك متخصص حلهولي. بس لازم خطوات، ما تسيبش المشكلة لما تبقى مصيبة كبيرة وحجر كبير على دماغك وبعدين تجري تروح لحد تقول له النبي شيل الحجر من فوق دماغي، يقول لك انا معرفش اشيله. كان لازم تشيله هو اصغر، او كان لازم تفتته حتت صغيرة وبعدين نشيله حتة حتة. ما ينفعش كده. عموما انا شايفة ان الشورتس بتاعتي بتعمل افكت مع الناس، والحمد لله مبسوطة بالعدد اللي انتوا معايا السبسكرايبرز. فمن فضلكم لايك وشير وسبسكرايب، الحاجات دي بتساعدني وبتخليني اتحفز اكتر اني اساعدكم، فساعدوني عشان اساعدكم. صباحكم فل. رشا امين.